قبل أن نبدأ هذا الفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة مليئة بالمعلومات. من خلال صور حصرية ومعلومات دقيقة سنتعرف على ما تم إنجازه حتى الآن وما الذي تبقى وكيف سيبدو الشكل النهائي للملعب بالنسبة للمدرجات. فالكراسي الحمراء الجديدة مركبة على قواعد حديدية بشكل مريح وحديث، إلا أن هناك تفاوتا في اللون أو وجود أغطية بيضاء مؤقتة ربما للحماية أو انتظار دفعة جديدة. أرضية الملعب جاهزة تماما بعشب طبيعي وخطوط مرسومة بدقة، لكن المناطق المحيطة مثل الممرات والمداخل لا تزال قيد الأشغال، مما يبرز أن التركيز كان على تجهيز الأرضية والمدرجات أولا. من أبرز الإضافات التقنية شاشة ضخمة لا تزال قيد التثبيت، وعدد كبير من الكاميرات الأمنية الحديثة، مما يؤكد تجهيز الملعب بأحدث أنظمة العرض والمراقبة. الملعب يتسع ل69 ألف متفرج، ما يجعله مؤهلا لاستضافة أحداث كبرى، لكن هذا الرقم يطرح تحديات على مستوى البنية التحتية من حيث المرافق الداخلية والنقل والولوج. الممرات والأنفاق شبه مكتملة بنيويا، وتنتظر التشطيبات النهائية التي تشمل الأقفال الإلكترونية، أنظمة الإنذار، وشبكات الإطفاء، وهي عناصر حاسمة لضمان راحة وأمان الجمهور. باختصار، ملعب الرباط يسير بثبات نحو أن يكون منشأة رياضية بمعايير عالمية، لكن المرحلة الأهم تبقى هي التشطيبات والتنظيم والتجارب الواقعية قبل الافتتاح. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والمشاركة، وشاركونا آراءكم في التعليقات. هل تتوقعون أن يكون هذا أفضل ملعب في المغرب؟ ترقبوا تغطيات جديدة لملاعب ومشاريع أخرى قريباً.